دي جي حمادة المصري ريميكس. وبعد طول انتظار نزلنا بالجديد ونزلنا بضرب النار مع الصوت الجديد عمرو بدر. كنت كل يوم اكلمها واقول لها انتي احلى حاجة انا شفتها، انتي اجمل انسانة انا عرفتها، ده حنان قلبك يكفي الدنيا كلها. ولما تعبت وغبت عنها يومين عاشت حياتها وما سألتش انا فين. بدور عليها لقيت صاحبي ماسك ايديها، دموعي نزلت لما شفتهم الخاينين. حمدت ربي اني بعيني شفتهم وقدام مني اتكشفوا وبان سرهم. ومش هندم على خاين ولا خاينة، ولا عمري هندم على حد زيهم، ولا عمري هندم على حد زيهم. هتقول لي مين وتعيد لي مين؟ دي البنات كلها خاينين، آخرة الحب خسارة والبنات واخداها شطارة. هي بقت عادة عندهم، عشان كده انا بقول لهم لو حد وقع في يوم في ايدي هيتكسر نفسكم وذلكم. خلاص يا دنيا خلاص، هحب بدون احساس، ليك في وشك من عليا، هحبك بين ايديا. وبعد ما تلف وشك نفسك هتبقى تحت رجليا، نفسك هتبقى تحت رجليا، عشان الرجال رجال وعمرنا ما صاحبنا شمال، ان كنا حبينا فان كان الحب مش لينا فاحنا بنعترف بالنصيب وبنقول مكتوب علينا. مش هنرجع نحب تاني، لو كان هو ده ذنبي فانا عمري ما احب تاني. ولو كان النصيب غالبني انا برضو عمري ما هشكي تاني. لو كان يفيد دمعي كنت ابكي ليل ونهار، ولو كان زعلي كنت فضلت زعلان ليل ونهار. اصلي لو كان الحزن بيرجع اللي فات كنت فضلت على طول حياتي زعلان على اللي راح واللي فات. يابا 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 هقولها واقولها تاني، صحابي طلعت انداد، دي تملي بتمشي شمال، وانا تعبان وبفكر وبسأل 100 سؤال. الكل ليه بيخبي لما يكون فرحان، ويجي ويتعب قلبي لما يكون زعلان. انا مهما كبر سني رب العباد فاكرني، وفي يوم هيجي نصيبي من الهموم هيشني. من كتر الزعل اللي انا فيه ما بقيتش عارف انا زعلان من ايه، وكده تمام بقيت سنجل عايش مرتاح وبعرف انام. كفاية عذاب وكفاية دموع، كفاية جراح وكلام وآلام. خدت ايه من الارتباط غير الهموم والاحباط؟ حب مين ما خلاص يا عبيط، ده انا عايش حياتي سعيد. ونصيحة يا ابو جنى مني ليه، الحب خلاص 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 راح بعيد. كله عشان خاطر ابو جنى واحمد النص وشبح التوزيع حمادة المصري. وشكرا.